الدعاء الوالدين ليك الماشي في درب الفلاح، يتهني برضاهم عليك والف مبروك النجاح. الدعاء الوالدين ليك الماشي في درب الفلاح، يتهني برضاهم عليك والف مبروك النجاح. ويا سعادتنا الكبيرة ألف مبروك النجاح، وجينا لك الليلة سيرة ألف مبروك النجاح. ويا سعادتنا الكبيرة ألف مبروك النجاح، وجينا لك الليلة سيرة ألف مبروك النجاح. حققت أجمل أماني وعمت الأفراح كثيرة، الدعاء والدين ليك ماشي في درب الفلاح، يتهني برضاهم عليه والف مبروك النجاح. الليلة أمك زغردت لك ألف مبروك النجاح، مبسوطة بك يا ستهم ألف مبروك النجاح. الليلة أمك زغردت لك ألف مبروك النجاح، مبسوطة بك يا ستهم ألف مبروك النجاح. وتلموا أحبابك كمان يباركوا لك يا بنتهم، بركة الدعاء والدين ليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الجميل نهني ابنتنا المتألقة المتميزة عزة خالد على هذا النجاح الجميل، وحقيقي كان إنجاز من الطالبة عزة ومن الأسرة ومن المدرسة. وزي ما عارفين إنه دائما النجاح بيأتي بمشاركة المدرسة مع البيت، الاثنين دورهم واحد زي ما بيقولوا. فبنتنا عزة ما شاء الله تبارك الله عليها، أنا بعتبرها الطالبة المثالية في المدرسة، فهي يعني مثال للأخلاق الفاضلة ومثال للأدب ومثال لاحترامه لمعلمينه واحترامه لزميلاته. وحقيقي يعني عزة بنتنا يعني مش نجاح درجات بس، عزة طالبة موهوبة جدا وطالبة يعني أنا بعتبر إنها مثال يحتذى به. فعزة ما شاء الله تبارك الله شرفتنا كثير ورفعت راسنا في المدرسة، وفرحانين جدا وسعيدين ومبسوطين كثير بهذا النجاح. ونتمنى إنه هذا النجاح والإنجاز يكون سلسلة وامتداد لنجاحات قادمة بإذن الله في حياته القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يعني نحن الليلة سعيدين سعادة كبيرة جدا جدا جدا. سعيدين بأنه نحن رغم الصعاب اللي احنا بنعيشها ورغم الوجع والألم اللي بنعيشه احنا كأفراد وكوطن، قدرنا نحقق انتصارات حتى ولو صغيرة. هي بنعتبرها احنا النواة، البذرة اللي بيحققوها الأطفال ديل اللي هم النواة حتبني سودان جديد، سودان سلام، سودان حب، سودان خير. فبنقول تاني وثالث وعاشر لأولادنا البر اللي حققوا نجاحات. ألف 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 مبروك، وبخص بالتهنئة بنتنا عزة خالد حققت نجاح للمدرسة وللسودان ولينا، نجاح مميز وملموس. فنحن بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه نرجع للسودان ونبني السودان من أول جديد. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم رويد عبادي، والدة الطالبة عزة خالد. اليوم كلنا سعادة وفرحة بزيارتكم لنا في بيتنا المتواضع لتهنئة عزة بالنجاح. ونجاحها طبعا كان ثمرة بتاع الجهود كثيرة جدا منها ومننا نحن كأسرة ومن مدرستها. والحمد لله رب العالمين، ربنا عوض تعبنا خير جبر خاطرنا، والحمد لله أحرزت الدرجة اللي هي 278. يعني الحمد لله احنا ما حاجة غريبة عليها، الحمد لله رب العالمين كنا متوقعين
بالرغم من صعوبة الامتحانات وبالرغم من التحديات اللي واجهتنا، لكن الحمد لله رب العالمين يعني عزة تفوقت على نفسها زي ما بقولوا وحرزت الدرجة دي. طيب عزة في البيت كانت كيف إيقاعها مع أخوانها معك أنت في المطبخ؟ دائما في الغربة البنات أو في دول الخليج عموما البنات علاقتهم مع المطبخ بتكون ضعيفة. عزة صحيح صغيرة لكن هل في علاقة بينه وبين المطبخ ومعاك بتساعدك وكده؟ ابدي علي. والله طبعا هي بحكم إنها الكبيرة زي ما بقولوا زينا وزي كل البيوت السودانية، فهي أكتر واحدة لصيغة بي وأكتر واحدة يعني أنا ممكن أكون بعتمد عليها مع أخوانا في البيت وكده. وهي الزولة والله الهادئة يعني طول عمرها هادئة وسكوتة، لكن إلا معايا أنا يعني معاي يا صاحبتي زي ما بقولوا ونستها معاي وكده. وحتى في الامتحانات دي أنا وهي كنا يعني ستيب باي ستيب مع بعض الحمد لله رب العالمين. أمنياتك شنو لعزة وللبنات الفجيلة ولطلاب السودان؟ والله أول حاجة أنا طبعا عايزة أبارك لها الإنجاز ده وأقول يعني الحمد لله إنها هي رفعت راسي وراس أبوها وراسنا كأسرة كلنا والله الحمد لله. وبرضه لمدرستها يعني الفرحة كانت الحمد لله كبيرة جدا جدا. والله أتمنى لها التوفيق في حياتها كلها لقدام هي وأخوانا وزميلاتها. وبهني برضه مدرسة النوابق بالإنجاز الكبير ونسبة النجاح 100%، والطلاب الأحرزوا برضو أكثر من 270 درجة الحمد لله. السنة كانت سنة إنجازات للمدرسة، أنا ببارك لهم وإن شاء الله مع بعض لقدام يعني نحقق نجاحات أحسن وأحسن بإذن الله. وعزة والله يعني كالزولة الكبيرة في البيت فهي أكثر حاجة زي ما بقولوا الاعتماد عليها، وهي زي ما بقولوا تربية حبوبتها يعني. الحمد لله. أنا بشكر برضو والدتي السيدة زينب البشير، والله ما قصرت معانا نهائي وما بخلد علينا لا بمجهود ولا بدعوات، ودعمها كان لي ولي عزة كبير جدا جدا يعني ولا زال. هي ربتها ومعانا يعني لحد الآن الحمد لله دعمانا دعم كبير جدا. أنا بشكرها وأتمنى لها دوام الصحة والعافية ربنا يخليها علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عزة خالد وأحرزت درجة 278 الحمد لله. زعت في المؤتمر الصحفي ومن مدرسة النوابق، وبشكر ماما وبابا وحبوبتي ومعلماتي ومدرستي. أنا كنت في المدرسة يعني كنت مرتاحة ومعلمات مهتمات بيا وزميلاتي برضو في الفصل كانت بيئة حلوة. وزميلاتك منو النجح وعاوزة تهنيم؟ بهني كل الفصل حقي وعلى النجاح، واللي ما تيجي يزوروني في البيت هنا، وبهني صحباتي وزميلاتي كلهم في الفصل على النجاح وعقبال السنة الجاية. بتمنى إنه السودان يكون بلد آمن ومستقر ونرجع بلدنا. بالنسبة لكم شكرا. والله في الأول شرفتونا ونورتونا كثير. البنت عزة يعني الحمد لله رب العالمين نتيجتها تشرف. أنا بشكر المدرسة ممثلة في الأساتذة وفي الأستاذة أميمة لأن كان عندها دور كبير جدا في النجاح ده كويس. وبشكر أمها لأنه بصراحة والله تعبت والحمد لله رب العالمين يعني نالت الدرجة اللي هي كانت تتمناها. يعني عزة بصراحة اجتهدت وتعبت. عزة مرتبة جدا ممكن منظمة. بعدين يعني الحمد لله رب العالمين. بيقولوا طبعا بيقولوا دائما البنات تربيتهم يعني سهله للاباء بالذات يعني وحنينات مع الاباء. عزة كانت كيف في البيت؟ يعني طبعا السؤال ده قبل كنا دايرين نساله لامها لكن قلنا المره دي نقوم نحكيها. طيب. نشوف علاقه عزة مع ابوها وعلاقتها مع اخوانها في البيت. شوف هي بصراحه يعني عزة انا ما تعبتني في التربيه بصراحه والله ما تعبت معها. نعم. من يومها يعني يمكن تكون عكس اخوتي الاصغر لكن عزة قريبه جدا من ابوها. نعم. قريبه كويس. في التربيه كانت تربيتها سهله لانها انسانه يعني مرتبه وحميمه. يعني يمكن عندها دراستها
ما بيتجامل فيها. الدراسة دي في السودان طبعا المدارس وضعها بيختلف، شكلها بيختلف، أزمانها بتختلف. هنا حسيت إنه بعد ما عزة جات السعودية حسيت إنه والله يا أخي في رهق إضافي بالنسبة لهم هم كطلاب في عمرهم ده، ولا نفس الفترة اللي أنتم درستوا فيها الأساس والمتوسط؟ لا شوف، هي كان الشيء الكويس إنه هي لما جات هنا كويس في فرق بين النظام هناك وهنا. لكن زي ما قلت لك مدرسة النوابغ والأستاذة أميمة يعني ممكن وفروا نفس البيئة اللي كانت في السودان، ممكن أفضل. نعم. فيعني من أول ما بدأت عزة معاهم، فأنا كنت حاسس إنها هي نفسية مرتاحة في المدرسة، حابة المدرسة. ثاني شيء البنات المعاه في المدرسة ما شاء الله عليهم، يعني أنا بعرف كمية كويسة منهم. بتمنى ينظموا وقتهم وينظموا جدولهم ويركزوا على الدراسة أكثر، وإن شاء الله ربنا يعني أكيد ما حيضيع تعبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن سعيدين والله أيما سعادة بتواجدنا مع أسرة الطالبة النابغة عزة خالد. والصراحة هي من الناس النوابغ حقيقي، وهي موجودة معنا في مدارس النوابغ، وبنشكر أسرتها. وزي ما بقولوا دائما ليلة العيد من عصاريها، يعني الباشمهندس خالد ما شاء الله راجل من الناس المتميزين جدا، والنجاح ما غريب عليه. عزة كمان والدتها برضه قبل كده اتذاعت في أولى نهر النيل وقتها في تامن. فإحنا عندنا كمدرسين مرات الاسم ذاته بيكون له أثر، يعني لما تلقى أسرة مسمية عزة أنت لازم ترجع لورا وبترجع لخليل فرح المتوفي في الشهر ده ذاته في 13/7/1932. فالاسم ذاته لما تجيك طالبة زي دي تأكد إنه وراها أسرة عظيمة يعني أكيد. فعزة ممكن تكون في المدرسة يعني ريحانة مدرسة، صح عندها هي ميول أكاديمي كثير، لكن في كثير من الأحيان بتتفاعل معنا في الأنشطة الموجودة في المدرسة. فهي زولة محبوبة جدا. والنجاح ده طبعا هو يعني درجات المدرسة والأستاذة أميمة والمدرسات ما قاعد يقصروا وبيتابعوا. ولكن ورا الكلام ده كله برضو احنا هنا يعني صراحة الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. السفارة السودانية في الرياض رغم كل المعاناة اللي بتحصل، ورغم انه تبديل يعني شهادة بالنسبة للخارج من نهر النيل من قبلها من الخرطوم لنهر النيل للجزيرة، فصراحة وقفوا وقفة كبيرة جدا. وإحنا كنا يعني مشاركين معاهم في الأعمال بتاعة المراقبة. والله بتبتدي من السكيورتي الموجود، يعني بيتعامل بصرامة حانية، أفهموها كده، صرامة حانية، يعني بيمنع الأشياء بيمنع الفوضى. وفي نفس الوقت والله احنا دي حاجه شاهدناها، يعني هي انا يمكن ما بعرف ولا بيعرفني، لكن اول ما الطالب يجي داخل بحنيه بيلمس على راسه وبيطمن امه الطالب ده اذا كان دخل جوا احنا مسؤولين منه وان شاء الله. ففي تطمينات كثيره جدا يعني عملتها السفاره، فجزاهم الله خير. يعني والنوابغ يعني احنا موجودين فيها ولنا يمكن معاهم ما يقارب 6 سنوات وكلها نجاحات. يعني في ايام كورونا والناس الاونلاين لما كانت اونلاين الاول بتاع الخرطوم كان من النوابغ، يعني النجاح ما جديد. وكونها النوابغ تاخذ اللافته حقتها نحن نعرف كيف نصنع النجاح فده حقيقي. يعني حتى الاونلاين الان الموجوده يعني برضه نحرز درجات عاليه جدا، يعني هي ما واقفه هنا فالاستاف ما شاء الله. ويعني يمكن ناس التلفزيون بيتكلموا معانا انه الزمن ما بيتيح، لكن احنا بنقول لك يا استاذ عبد الله ابو الكرام طالبينك انه يعني تكريم للطالب عازه وما بنخليك بنرحق له هناك. واستاذه اميمه ووكيلتها اللي تكلموا ومعظم الاستاف حقهم هم برالمتك في جامعه الجزيره. فاحنا بنبارك لك انك انت برضه كمان يعني استلمت المهمه حقتك دي في وقت صعب، وانت ويعني حتى وزاره التربيه والتعليم السوداني احنا والله شاكرين لها جدا برغم الظروف الصعبه اللي بنمر بها السودان. وزي ما دائما بنقول ان شاء الله السودان يرجع زي زمان ونرجع احنا هناك ونؤدي رسالتنا هناك. لكن استاذه اميمه ورفيقاتها هنا الموجودين قدروا يخلقوا بيئه تعليميه نشطه وفعاله ويستوعبوا فيها كل الاسر. ويعني صراحه ما زي ما الكلام اللي بيتقال انه
يعني لازم الوضع المالي يكون جيد، لا يستوعب كل الناس. وفي طرحت مبادرة هي أي طالب جاي فوق ل 270 حتستوعبه مجان، بداية من عزة وبعض الطلاب الموجودين منها، والطلاب الفوق ل 265 بتقبلهم بنص القيمة. أول حاجة المسألة كانت مقفولة على طلاب المدرسة، لكن الآن هي مفتوحة لكل الطلاب، إنه أي طالب فوق ل 270 مجان، 265 نص القيمة. وشكرا لأستاذ أميمة ومبروك لكم، وشكرا تلفزيون السودان.